السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم ببنت اسمها أوبال عندها 10 سنين عايشة مع أبوها جيمي، ولسه ناقلين لمدينة جديدة بسبب شغل جيمي كواعظ ديني. وبنشوفها وهي بتتمرن لوحدها على لعبة البيسبول، وبيبان إنها ملهاش أي أصحاب، وبتركب عجلتها وبتروح لأبوها، وأول ما بتدخل بيرحب بيها وبيعرف كل الموجودين عليها، وبتتمنى أوبال إن يكون ليها أصحاب. وبتلاحظ إن جارتها أماندا دايما زعلانة وحزينة، وكمان سويتي اللي عندها 5 سنين، والأخين دولاب وستيفي اللي بيبان إنهم مش حابينها. وبتبقى أوبال مفتقدة أمها اللي سابتها وهي عندها 3 سنين، ونفسها تشوفها ولا مرة واحدة بس. وفي البيت بتتفرج على صورتها مع أصحابها من فريق البيسبول في المدينة اللي كانت عايشة فيها، وبتتمنى إنها ترجع لهم، لكن أبوها بيعتذر لها لأن طبيعة شغله بتخليه يتنقل كتير. وتاني يوم الصبح بتروح أوبال السوبر ماركت، وأثناء ما بتشتري حاجتها بتتفاجئ بكلب بيجري جوه الماركت، والموظفين بيجروا وراه ومش عارفين يمسكوه، وبيعمل فوضى في المكان. لكن الكلب بيصعب على أوبال وبتقول لهم إنه كلبها، وبتنده عليه قدامهم، بس الكلب بيبص لها وبيفضل مكانه، فبتنده عليه باسم ديكسي، والغريب انه بيروح لها على طول وبتاخده وبتخرج بسرعه. وبترجع البيت وبتخليه واقف بره لحد ما تعرف ابوها اللي حصل، وبتقوله انها عايزه تحتفظ بيه لكنه بيرفض، فبتعرفه انه كلب طيب ومحتاج لمساعدتها، وبتنده عليه وبيدخل ديكسي، والاب بيتعاطف معاه اول ما بيشوفه وبيطلع له شوكه من رجله، وبيوافق انه يفضل معاهم بشكل مؤقت لحد ما يلاقوا حل. فبتفرح أوبال جدا وبتاخد ديكسي وبتحميه بره البيت، وبتفضل تلعب معاه وهي مبسوطه جدا. وبيجي لهم جارهم ألفريد، وبيتعصب لما بيعرف انها بتستخدم خرطوم المايه بتاعه، فبترجعه له أوبال وبتنسى تقفل المايه، وبيتغرق ألفريد وبيقع على الارض، وبيقوم هو متضايق وبيقول لجيمي انه لازم يمشي الكلب والا هو اللي هيتصل بمأوى الكلاب. وبالليل بتقعد أوبال تتكلم مع ديكسي عن امها، وبتقول انها مفتقداها وزعلانه لانها مش فاكره حتى شكلها، وان ابوها عمره ما كلمها عنها ابدا. وفي اللحظه دي بيدخل الاب علشان يطمن عليها، فبتطلب منه انه يحكي لها اي حاجه عن امها، لكنه بيتهرب من السؤال وبيخرج. والصبح بتهتم أوبال بديكسي وبتغسل له اسنانه بالفرشه. بعدها بتروح مع جيمي وبيعلقوا اعلانات في الشوارع علشان يلاقوا حد يتبنى ديكسي، ولما بيرجعوا البيت بيلاقوه مبهدل البيت وعامل فوضى كبيره. ومن غير ما ابوها ياخد باله بتاخد ديكسي وبتروح تشيل الاعلانات اللي علقوها علشان محدش ياخد الكلب منها. وفي طريقهم بيقف ديكسي بيتفرج على طوق احمر معروض في محل حيوانات، وبيدخل المحل فبتفهم أوبال انه عجبه وبتقرر انها تشتريه له. وبتقابل أوتس اللي شغال في المحل، وبتقول انها عايزه تشتري الطوق لكن معهاش فلوس، وبتعرض عليه انها تشتغل معاه وتخلي بالها من الحيوانات في مقابل انها تاخد الطوق، وان ديكسي هيجي معاها لانه ما بيحبش يقعد لوحده في البيت. فبيقول لها أوتس ان البغبغان بتاعه ما بيحبش الكلاب، وهنا بيتفاجئوا ان البغبغان بيطير وبيقف على راس ديكسي، وبيعرفوا انه موافق. فبتفرح أوبال وبتقول لأوتس انها تبتدي شغل معاه من بكره. وبيجي ألفريد اللي جزمته بتتبهدل بسبب الكلب، وبيحذر الاب للمره الثانيه وبيطلب منه انه يتصل بمأوى الكلاب، فبيضطر الاب انه يتصل بيهم. وبتتفاجئ أوبال وهي بتلعب مع ديكسي انهم جايين ياخدوه، وبتعيط وهي بتترجى ابوها يسيبه معاها لانها كانت عايشه لوحدها لحد ما قابلت ديكسي وبقى صاحبها الوحيد. فبيتأثر ابوها من كلامها وبتصعب عليه، وبيقرر انه يخليه معاها. والفريد بيبقى شايفهم لكن ما بيتكلمش. وبتشتغل أوبال في محل الحيوانات وبتبقى مبسوطه انها قدرت تحتفظ بديكسي. وبعد الشغل بتقعد ترسم البيوت اللي في المدينه، وبتوري الرسمه لديكسي، فبيشاور لها على مبنى معين في الصوره، وبيخليها تروح وراه لحد ما بيوصلوا للمكتبه. واول ما بتدخل بتشوف فراني مسؤوله المكتبه اللي بتصرخ وهي خايفه جدا من ديكسي لانها فاكراه دب من حجمه الكبير. فبتهديها أوبال وبتعرفها انه الكلب بتاعها ولطيف جدا، وبيتعرفوا على بعض. وفراني بتقول لها انها ليها قصه مع دب لقيته مره واقف قدام المكتبه، وبتقعد تحكي لها وبتتاثر أوبال بالقصه، وكمان بتعرف منها انها وحيده وما عندهاش زوج ولا اطفال. فبتعرض عليها أوبال انهم يكونوا اصدقاء، وفراني بتوافق. ولما بتروح أوبال شغلها تاني يوم بتلاقي أوتس قاعد بيعزف على الجيتار وفاتح ابواب الاقفاص للحيوانات علشان يحسوا بالحريه، وبيقعد ديكسي هو كمان يسمعه. تدخل لهم سويتي بعد ما بتسمع الموسيقى، وبتسلم على أوبال وبتمشي. وبتبتدي أوبال تنظف في المكان وهي حاسه ان حياتها بتتغير بسبب ديكسي. وبالليل بتنام وديكسي جنبها، والصبح بتخرج مع ابوها علشان يروحوا شغله، وبيقولها انه ما ينفعش ياخدوا ديكسي معاهم لكنه بيفضل ينبح. والفريد بيقول لهم انه هيخلص عليه لو ما سكتش، فبيضطر الاب انه ياخده معاه وبيسيبوه بره القاعه. واثناء ما بيغنوا بيلاقوا ديكسي متاثر وبيغني معاهم وهو بره. كل الموجودين بيضحكوا، فبيطلب ابوها انها تدخله، وبيكمل كلامه. وهنا بيشوف ديكسي فار، وأوبال ما بتقدرش توقفه، وبيجري منها ورا الفار وبيعمل فوضى لحد ما بيمسكه. وبيستغربوا كلهم ان كلب بيصطاد فار، والاب بيمسك الفار والكل بيسقف لديكسي. وبتخرج أوبال مع ديكسي وبتكمل رسمتها وبتبتدي تلونها،
فبيجري منها وبتروح وراه بالعجله وبيقابلوها الاخين ستيفي ودونلاب وبيفضلوا يضايقوها وبيحذروها ان ديكسي رايح لبيت الساحره، لكنها ما بتهتمش لكلامهم وبتدخل ورا ديكسي وبتدور عليه، ولما بتلاقيه بتجري عليه وبتتصدم في سيده عجوزه شعرها منكوش وبتخاف منها جدا وبتترجاها انها ما تاذيهاش، فبتضحك عليها وبتقولها ان الكلب بتاعها هو اللي حاول يأذيها ويعضها علشان ياخد الفطيره بتاعتها. فبتعتذر اوبال انها دخلت بيتها بدون استئذان وبتعرفها بنفسها، والعجوزه بتعرفها ان اسمها جلوريا وانها سعيده بمعرفتها، وكمان بتتعرف على ديكسي وبتعزمها على الاكل وبياكلوا سوا، وبتعرفها جلوريا ان نظرها ضعيف جدا وما بتقدرش تشوف كويس، وبتقعد اوبال تحكي لها عن نفسها وعن ابوها ووالدتها وبتقول لها انها كان نفسها في صديق تتكلم معاه من زمان، وجلوريا بتسمعها باهتمام وبترحب بصداقتها. وبالليل بتقوم اوبال على صوت الرعد والبرق وبتلاقي ديكسي خايف جدا وبيفضل يجري في البيت، وبيصحى ابوها وما بيعرفوش يسيطروا عليه وبيقول لها انه اكيد عنده خوف مرضي من العواصف. واثناء ما الاب بيرتب البيت بتجيله اوبال وبتقول له يكلمها عن امها، فبيقول لها انها بتفكره بيها وانها كانت مرحه جدا وعندها عيون زرقاء زيها بالظبط وبتحب الزرع وما بتعرفش تطبخ وبتحرق الاكل، وبيدخلها علشان تنام وبيعرفها ان امها بتحبها جدا، ولما بتساله هي امها سابتهم ليه بيتهرب من الاجابه. وتاني يوم بتروح للمحل عند اوتس وبتتفرج على الارانب الصغيره، وكمان بتعدي على جلوريا وبتساعدها في الزراعه. ولما بترجع لاوتس تاني بتلاقي عنده ضابط شرطه بيحقق معاه وبيضايقه وبيخرجها بره المحل وبيعرفها ان اوتس مجرم وكان في السجن وبيحذرها انها تتعامل معاه. فبيتضايق ديكسي وبيخرج كل الحيوانات من المحل وبيفضلوا يضايقوا الضابط، فبياخد عربيته وبيمشي وبتضحك عليه وبتاخد ديكسي وبتمشي. وبيقابلوها ستيفي ودانلاب اللي بيضايقوها وبيقولها ستيفي ان اوتس مجرم ومختل عقليا ولو ابوها عرف مش هيخرجها تاني من البيت، لكنها ما بتهتمش بكلامهم وبتروح تشتكي لجلوريا منهم. فبتعرفها جلوريا انهم بيحاولوا يلفتوا انتباهها لانهم معجبين بيها، وبتحكي لها اوبال عن اوتس وانه كان في السجن. فبتاخدها جلوريا لشجره كبيره متعلق فيها ازاز كتير وبتعرفها ان دي كل الاخطاء اللي عملتها في حياتها وندمت عليها، وبتقول لها ان حتى الانسان الكويس ممكن يغلط، علشان كده مش لازم تحكم على حد غير من افعاله. وبتقول لها زي اوتس انسان طيب وبيحب الحيوانات وبيعطف عليها وبيعملها كويس. وبتروح اوبال لفراني وبتكلمها عن صديقتها جلوريا وبتقول لها انها عايزه تستعير قصه من المكتبه وتقراها لها لان نظرها ضعيف. فبترشح لها فراني كتاب ذهب مع الريح اللي بيحكي عن الحرب الاهليه اللي دارت بين الشمال والجنوب. في اللحظه دي بتدخل عليهم اماندا علشان تستعير كتاب، فبتطلب منها فراني انها تقعد معاهم لانها تحكي عن جدها اللي شارك في الحرب الاهليه. فبتقعد معاهم اماندا تسمع القصه، وبنشوف ستيفي ودونلاب وهما بيراقبوهم وبيسمعوا هما كمان القصه. وبعدها بتقدم لهم حلويات من بتاعه جدها وبتعرفهم ان جدها بعد ما رجع من الحرب عمل مصنع حلويات، وهي احتفظت بشويه من الحلويات بتاعته، وان الحلويات دي فيها مكون سري بيأثر في اي حد بيدوقها وبيخليه يفتكر احزانه، وان جدها نجح في انه يصنع حلويات طعمها حلو بس حزينه في نفس الوقت. وتخرج اماندا واوبال ومعاها علبه الحلويات وبتحكي لاماندا عن احزانها بسبب امها اللي هجرتها واصحابها اللي سابتهم، واماندا بتقول لها انها افتكرت كارسون وبتمشي. وستيفي ودونلاب بيحكوا لها ان كارسون يبقى اخو اماندا وغرق من سنه وهم شافوا الحادثه وبيسيبوها وبيمشوا. وبتروح اوبال لوتس وبتديله حلويات، ولما بيدوقها بيفتكر ايامه في السجن، فبتساله اوبال هو ليه اتسجن، فبيبتدي يحكي لها انه ما كانش يقصد يأذي اي حد، وبيقولها انه كان قاعد في المنتزه بيعزف وكان في ناس كتير بتتمشى واطفال بتلعب، وهنا جاله الشرطي ومنعه انه يعزف واخد منه الجيتار بتاعه، فغضب جدا وبدون قصد ضربه واتحكم عليه بسجن 3 سنين. وفي اثناء ما اوبال بتكون راجعه للبيت بتشوف ستيفي ودونلاب بيلعبوا مع اصحابهم بيسبول، وبتقف هي وديكسي وبتتفرج عليهم، ولما الكرة بتتحدف بيجري ديكسي وبيمسكها وبيفضلوا يجروا وراه. بيجي الشرطي وبيضايقهم، لكن ديكسي بيجري وراه والشرطي بيخاف منه والاطفال بتضحك عليه وبيمشي. وفي البيت بتروح اوبال لابوها وبتديله قطعه حلويات وبياكلها وبيبتدي يحكي لها عن احزانه ومعاناته لبعد امها عنهم، وانه بيفكر فيها طول الوقت، وان حياتهم كانت سعيده لحد ما اختفت بدون اي سبب. وبتفكر اوبال في طبيعه الحياه وبتلاقي الطعم الحلو والمر مخلوطين ببعض وصعب جدا انهم ينفصلوا عن بعض. وبتروح تقعد مع جلوريا وبتقول لها ان ابوها حزين وده شيء مخليها هي كمان حزينه وعايزه تساعده. وهنا بتجيلها فكره انها تعمل حفله، وبتقترح على جلوريا الفكره وان هو ده اللي كلهم محتاجينه، فبتفضل اوبال تترجاها انها توافق على فكرتها، وفي الاخر بتوافق وبتحضنها. وبتبدا اوبال تعزم كل جيرانها واصحابها اللي تعرفهم في المدينه، واول مدعو بيحضر هو الفريد، وبتيجي فراني واوبال بتعرفهم على بعض، وبتحضر سويتي واماندا وبترحب بيهم، وبتجري تنده على جلوريا اللي بتبقى لابسه فستان جميل
وبتشكر اوبال انها سرحت لها شعرها، وبتعرفها اوبال على اماندا وفريني والفريد، وبيحضر اودس ومعاه الجيتار والبغبغان بتاعه، وبيتعرفوا اوبال على الموجودين وبيتجمعوا كلهم علشان يتعشوا. وفجأة بينزل المطر وبيبدأ الرعد، وبيضطروا انهم يدخلوا جوه وبيدخلوا كل الاكل معاهم. واودس بيدي اوبال الطوق الاحمر هدية وبيقول لها انها تستحقه، وبتفرح بيه جدا، لكن بتتفاجئ ان ديكسي مش موجود وبتجري علشان تدور عليه، وبتوصل للبيت وبتسأل ابوها عليه، وبيخرجوا يدوروا عليه سوا، وبعد ما بيلفوا كتير في الشوارع ما بيلاقوهوش. وهنا بيقرر الاب انه يرجع البيت، فبترفض اوبال انها ترجع من غير ديكسي، وبتتهم ابوها بانه شخص بيستسلم بسرعه، وانه مش عايز يتكلم معاها عن امها ولا عايز حتى يحضر حفلتها، واكيد ما فكرش يتعب نفسه ولا يدور على امها لما اختفت من حياتهم. لكن ابوها بيعرفها انه حاول كتير يدور على امها وما استسلمش زي ما هي متخيله، وكمان حزين على ديكسي زيها بالظبط لانه بيحبه، وبيعرفها انهم هيكملوا بحث عن ديكسي بعد حفلتها. فبيرجعوا للحفله تاني وبيتجمعوا كلهم مع بعض وبيبداوا يغنوا، وقدس بيعزف، وبيتفاجئوا بديكسي راجع، وبيفرحوا كلهم لما بيشوفوه، وبيكملوا حفلتهم وهم بيغنوا ومبسوطين بعد ما ديكسي غير لهم حياتهم كلهم للافضل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.